النادي الأهلي يتوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة ال11 على حساب نادي الوداد المغربي، وفي قلب جمهوره ووسط كازابلانكا قدرنا إن إحنا نكسب البطولة عشان نكسر الرقم القياسي المسجل باسم النادي الأهلي برضه ب10 ألقاب ونوصل للقبنا رقم 11. طبعا مبروك لكل الأهلاوية بلا أي استثناء ولكل المصريين بشكل عام، لأن الرقم القياسي ما زال مسجل باسم الفرق المصرية واللي على رأسهم بيكون دايما النادي الأهلي. بس قبل كده ما نبتدي نتكلم في أي حاجة تخص الماتش، يا ريت تنزل تعمل لايك للفيديو، عايزين الفيديو يجيب عدد كبير أوي من اللايكات بمناسبة فوز النادي الأهلي بالبطولة، وتشترك معانا في القناة لو أنت مش مشترك، اللي هو طبعًا أكيد أنت مش مشترك، فيا ريت تشترك معانا في القناة عشان نطلع كده ونبتدي نتكلم على نضافة. ما فيش شك إن كلنا فرحانين بشكل كبير جدًا، وكلنا صوتنا رايح زي ما باين عليَّ في الفيديو من الاحتفالات اللي بدأت امبارح بعد صفارة الحكم من الساعة 12:10 بالضبط، وحتى الآن ما زالت مستمرة. ومصر كلها كانت بتفرح، ولكن بما إننا كسبنا وبما إننا فرحنا فلازم نتكلم على بعض النقاط الأساسية اللي ظهرت امبارح، لأن ده فريقنا وعايزينه دايمًا يبقى في أفضل حال، والصراحة اللي إحنا شفناه امبارح في الماتش ده لا يسر عدو ولا يسر حربين، سواء بالمجاملات التحكيمية وبالفضيحة اللي إحنا شفناها في الماتش واللي قامت من قبل جماهير ولاعيبة الوداد، أو بالأداء السيء اللي قدمه عدد كبير جدًا من لاعيبة النادي الأهلي واللي هنتكلم فيه واحدة واحدة كده مع بعض. بالنسبة للماتش وبالنسبة للعب اللي لعبه الوداد وجماهيره، فأنا الصراحة ده من أسوأ الماتشات اللي شُفتها في حياتي، حرفيًا لعيبة الوداد بتضيّع وقت من الدقيقة الأولى رغم إن هي اللي محتاجة تسجّل الهدف، وشُغلة إن أنت مجرّد ما تتلمس تُقع دي خلاص بقت قديمة، دلوقتي إحنا بنشوفه أقسم بالله لعيبة من الوداد زي الفاول اللي اتعمل على ياسر إبراهيم، أو اللي كان لعيب الوداد رقم 6 مفكّر إن هو هيبقى فاول، وأنا مش متذكّر اسمه بالضبط الصراحة، هو راح مسك الكورة ووقع في الأرض ومنتظر إن الحكم هييجي يدّي ياسر إبراهيم إنذار إن هو ضربه في وشه تقريبًا، أو ما حدش كان فاهم إيه اللي بيحصل، اللعيب فضل واقع من دقيقة لدقيقة ونُص في الملعب بدون ما أي حد يتدخّل معاه أي تدخُّل صريح أو تدخُّل واضح حتى أو حتى يلمسه، الراجل وقع حرفيًا لوحده. قيس بقى على كده طول الشوط التاني لعيبة الوداد مجرد ما لعيبة الأهلي بس بيزقّوا بكتفه أو بيلمسوا عشان ياخد الكورة، بنلاقي إن لعيبة الوداد كلّها بتعمل إن هي ميتين، وده هنا أنا مش باعيب على لعيبة الوداد، أنا باعيب على لعيبة النادي الأهلي. أنت كلاعب في النادي الأهلي ده النهائي الرابع ليك لأغلب الفرقة، يعني أغلب الفرقة معاه تقريبًا مروان عطية وبيرسي تاو وممكن لاعب كمان أو 2 كمان، كل اللعيبة دي لاعبة 3 و4 نهائيات، وكل الفرقة حرفيًا ما عدا مروان عطية لاعبة قدّام الوداد، أو حتى لو ما شاركتش فهي كانت موجودة في بعثة النادي الأهلي وكانت بتلعب في الفريق قدّام الوداد الموسم اللي فات، وشُفنا إيه اللي بيحصل من جماهير كازابلانكا وإيه اللي بيحصل في استاد محمد الخامس وجماهير الوداد ولاعيبة الوداد بتلعب إزاي، وكمية تضييع الوقت اللي بيتميز بيها شمال أفريقيا كلّهم بشكل عام، مش جماهير الوداد بس ولا لعيبة المغرب بس، كل شمال أفريقيا بتضيّع وقت، فأنا عايز أعرف أنت ليه نازل مهزوز وليه بتخلّيهم يستغلّوا نرفزتك، وكل ما واحد منهم يُقع بتروح تزُقّه والّا بتروح تشيله، شبه كده النمرة اللي حصلت مع محمد هاني، محمد هاني واحد من كباتن الفرقة، إزاي أمّا تلاقي لعيب واقع تروح تشيله وتخلّي الحكم يلبّسك إنذار، وبرضه الخروج عن النص اللي تم من قبل حسين الشحات، حسين الشحات من وجهة نظري من وجهة نظر أغلب الناس كان يستحق الكارت الأحمر بدون أدنى شك، مجرد إن أنت تشد لبس الحكم فأنت ممكن تبقى مش قاصد أو ممكن تبقى قاصد، ممكن يبقى فيها إيقاف أو ممكن ما يبقاش فيها إيقاف، ولكن الكارت الأحمر كان لابد منه، يعني أنت كان لازم إن أنت تطرد في الماتش ده، ولكن الحمد لله عدِّت على خير وده بسبب المجاملات الكتير جدًا اللي حصلت لفريق الترجي في ماتش الذهاب. أمّا بالنسبة لعلي معلول، فعلي معلول واحد من كباتن الفرقة، وخيره علينا كلنا كأهلاوية وما حدش يقدر ينكر ده، ولكن لو الوضع في أي مباراة كبيرة وتحت الضغط بالنسبة للياقة البدنية والضغط اللي كان بيتم على علي معلول، يبقى التغيير لابد منه، ولازم يكون في بديل قوي وصريح كباك شمال بديل لعلي معلول في النادي الأهلي، الراجل بيكبر، كلنا شايلينه وكلنا عارفين معلول قدّم قد إيه للنادي الأهلي، ولكن عامل السِن بيبقى غصب عن أي لعيب كورة، اللي بيحصل مع علي معلول هو غصب عنه، الراجل كبر في السِن، مركزه مُهلِك جدًا بدنيًا، وبيحتاج عدد كبير جدًا من الإسبرنتات اللي بتتفتح، عدد كبير جدًا من الإسبرنتات اللي بتتفتح عشان سواء يتقدّم عشان يلعب هجوميًا أو يرجع عشان يدافع، وده اللي خلّانا نشوفه الشوط الأول كلّه حسين الشحات ما بيلعبش على الجناح الشمال، حسين الشحات دايمًا تحت
الكورة وتحت نص الملعب عشان يساند علي معلول دفاعيًا، الجبهة اللي كان فريق الترجي حرفيًا ما بيلعبش غير عليها بقيادة أوناجم، اللي بالنسبة لي ومن وجهة نظري الشخصية بالنسبة لفريق الترجي هو man of the match، ونجم كان أفضل لاعب في الماتش، وده اللي خلّاه يوصل لكده هو علي معلول، وده اللي خلّانا نشوف إن حمدي فتحي في أوقات كتيرة جدًا من الشوط الأول كان هو اللي ماسك الهاف الشمال، ونرجع في الآخر نشتم ونقول حمدي ومش عارف يلعب ومش عارف إيه، يا جماعة ده مش مركزه الأساسي أصلًا، أنت لو عندك باك شمال قادر يُقف على رجله بدنيًا زي مثلًا محمد هاني على الناحية اليمين، كنا بنشوفه تاو كان بيرجع يدافع وبيعمل التغطية الدفاعية بتاعته، ولكن مش بالقدر اللي كان بيعمله حسين الشحات عشان يساند معلول، وحرفيًا أول نُص ساعة من علي معلول كانت حرفيًا زي الخرا. تاني حاجة عايز أتكلم عليها، ياسر إبراهيم لازم يفتك المكان الأساسي من محمود متولي، شُفنا فرق كبير جدًا في التعامل مع العرضيات وفي التعامل مع الكور الطويلة، يفرق كتير جدًا ياسر عن متولي، من وجهة نظري لازم ياسر إبراهيم يبقى هو قلب الدفاع التاني الأساسي جنب الرائع محمد عبد المنعم. طبعًا الحمد لله امبارح مارسيل كولر افتكر إن في تغييرات وعمل تغييراته بدري، طبعًا كلنا ما فهمناش ليه أليو ديانج ما طلعش في الملعب رغم إن هو كان في منتهى السوء، حرفيًا أليو ديانج كان من أسوأ لعيبة الأهلي اللي موجودة في الماتش، وحرفيًا نقطة كمان أنا عايز أتكلم عليها، لو المهاجم اللي هييجي سواء أفريقي أو مصري هيطلب 5 والّا 10.000.000$ لازم راس حربة صريح ييجي المباراة. كهربا ما نقدروش نلوم عليه، رغم إن أنا لايم عليه في الأداء البدني، كهربا أول ربع ساعة عمل له كام sprint ومن بعد كده حرفيًا مش قادر يجري، حرفيًا مش قادر يجري، رغم إن مركزه الأساسي هو جناح شمال، يعني الراجل المفروض يبقى طيارة زيه زي حسين وزيه زي بيرسي تاو، ولكن كهربا مش قادر يجري، وده مش مركزه الأساسي، فما تقدرش تلوم عليه، ولو شِلته ونزّلت اللعيب اللي ده مركزه أساسي اللي هو محمد شريف، فأنا حرفيًا مش عارف إيه اللي جرى لمحمد شريف، يعني محمد شريف في منتهى السوء. محمد شريف سيء جدًا، يعني أنت مجرد ما بتتفرّج عليه بتُستفز نفسيًا وداخليًا بتبقى عايز تولّع في نفسك، اللي محمد شريف بيعمله في الملعب ما فيش لعيب في العالم يا جماعة بيعمل كده، ما فيش forward في العالم بيضيّع الكور دي وبيعمل كده، الtiming بتاعه في التعامل مع الكرات الطويلة سيء بدرجة ممكن مثلًا 100 من 10. محمد شريف سيء جدًا في التعامل مع الكرات الطويلة، سيء جدًا في التعامل مع العرضيات، حسين الشحات وعلي معلول عمّالين يرسلوا في عرضيات وأنت متأكد وأنت بتتفرّج إن ما فيش حد هيطلع يتعامل معاها، ما هو أنت مين عندك المهاجم الصريح هو محمد شريف، والأجنحة عندك قصيرين جدًا سواء حسين الشحات أو بيرسي تاو، هو طاهر اللي بيعرف يلعب بدماغه وما شاركش في المباراة. محمد شريف من أسوأ المهاجمين تقريبًا اللي موجودين أو اللي مرّوا في تاريخ النادي الأهلي، ممكن يكون في أسوأ منّه ولكن مش ده اللي منتظر منّه، الراجل كان جاي لنا ممتاز وقدر يخلّص كهداف للدوري الممتاز، ولكن اللي حصل له بعديها هو مش تدني مستوى، هو حد فشخ مستواه في الأرض، على الرغم بقى إن من وجهة نظري الشخصية برضه محمد مجدي قفشة لمّا نزل آخر ربع ساعة من المباراة وال10 دقايق بتوع الوقت الضايع، أنا شُفت إن هو قدر يمسك الكورة وقدر يقف عليها وقدر يواجه بشكل حلو، وصنع كذا فرصة خطيرة. وحط مرّة عبد القادر انفراد، ومرّة محمد شريف انفراد، ولكن بسبب بطئهم الكبير جدًا، وعدم قدرتهم على السيطرة على الكورة، غير كمان في الكورة اللي قفشة ودّى فيها محمد شريف انفراد، واللي شُفنا إن يعني أنا واحد من الناس لو حد فَهم يقول لي في الكومنتات، أنا واحد من الناس مش فاهم إيه اللي محمد شريف عمله، يعني إيه اللي محمد شريف عمله؟ حاجة كده بتفكّرك بماتش أول امبارح لمّا لوتارو مارتينيز استغل غلطة مانويل أكانجي وراح هو والجون ولا هو لعب الكورة بالعرض ولا هو خلّص الكورة، بس في حتّة لوتارو فماشي، كان في مدافعين حواليه، لكن شريف أنت والجون، يعني يا سيدي اعملها بالعرض وقُل ما حدّش مكمّل معايا، أي حاجة، لكن اللي شريف عمله أنا مش فاهمه الصراحة، مش فاهم هو شريف كان عايز يعمل إيه أو كان عايز يوصل لإيه أو إيه المطلوب منّه، لو أي لعيب حرفيًا في الملعب كان حطّها أفضل من كده بكتير، مش باقول لك كانت هتخش جون، بس كانت هتبقى أفضل من كده بكتير. دكاترة الأحمال ومدربين اللياقة البدنية لازم يشتغلوا بشكل كبير مع النادي الأهلي، لإن المنظر اللي ظهر عليه لعيبة النادي الأهلي وأغلبهم مش قادرين يجاروا لعيبة الوداد في الملعب، رغم إن أنت مش محطوط تحت ضغط وما فيش ضغط مباريات، وأنت تقريبًا بقى لك شهرين مريّح في الدوري ومتأخر 7 أو 8 ماتشات عن باقي فرق الدوري، وآخر فريق لعبه وهو ذهاب النهائي يوم 5/6. ذهاب النهائي يا جماعة كان يوم 5/6 يعني أو تقريبًا كان يوم 6/6 عشان يعني أنا مش فاكر التواريخ بالضبط، يعني من 5 أو 6 أيام، فأنت من 5 أو 6 أيام مش عارف ترجع بدنيًا وتقف على رجلك، المنظر اللي شُفنا فيه النادي الأهلي تقريبًا لحد الدقيقة 70 كان منظر لا يسُر عدو ولا حبيب، منظر سيء جدًا وكلنا كنا قاعدين حرفيًا فاقدين الأمل،
قُل لي كده أنت في الكومنتات لو أنت أو أي حد من صحابك، هل حد كان حاسس إن الأهلي ممكن إن هو يرجع في المباراة ويتعادل؟ ولكن الحمد لله ألف حمد وشكر ليك يا رب، قدرنا إن إحنا نتعادلوا بعرضية علي معلول من كورنر ورأسية الرائع محمد عبد المنعم، وكأن القدر كده بيصالحهم لأن الجون اللي جه فينا في الذهاب كان بسبب سوء تغطية من علي معلول وعدم تدخُّل مباشر مع المدافع من محمد عبد المنعم، فكأن كده الكورة بتصالحهم وبتقول لهم زي ما الجون دخل بسببكم أنتم اللي هتكونوا سبب فرحة الجماهير، وأنتم اللي هتفتكوا البطولة من عرين الأسد ومن مركب محمد الخامس في قلب كازابلانكا. ولكن أنا دايمًا باحب إن أنت خدت بطولة وحققت معجزة من حقك تحتفل ومن حقك إن أنت تفرح بإنجازك ده، ولكن برضه من حق الناس عليك ومن حقك على نفسك ومن حق النادي الأهلي والكيان الكبير جدًا اللي أنت بتلعب فيه عليك إن أنت تراجع حساباتك، ولازم تشوف فين الغلطات وتصلّح غلطة، غلطة، غلطة. أنا من وجهة نظري شايف إن الأهلي محتاجه حاليًا رقم 1 فيرود ومهاجم صريح من الطراز الأول، عشان يترجم كل الهجمات دي وفي الماتشات المقفّلة دي يقدر إن هو يتعامل ويسجّل هدف من النُص فرصة. رقم 2 باك شمال واضح وصريح وقوي لمساندة علي معلول. باك شمال واضح، ما تقوليش بقى أصل ده بيلعب مش عارف defender واجيبه باك شمال، وأصل ده مش عارف كان قلب هجوم وحطيناه في قلب الدفاع وقلب نُص الملعب ومش عارف إيه، لأ، إحنا عايزين باك شمال كويس potential كويس، ويا ريت لو يكون صغير في السن، يكون بديل لعلي معلول، عشان علي معلول نقدروا نستفيدوا من خبراته في الماتشات الكبيرة، أمّا بالنسبة للماتشات الصغيرة في الدوري أو مثلًا باقي دور المجموعات لو أنت ضمنت الصعود في دوري أبطال أفريقيا، يلعبهم الباك الشمال الجديد ده، أهو مَنّو برضه يستفيد خبرات في حالة لا قدّر الله إصابة واحد من كباتن الفرقة وهو علي معلول، وبرضه في حالة إن علي معلول مش موفّق في أي ماتش يقدر إن هو يسِد مكانه. أمّا الحاجة الأخيرة اللي إحنا محتاجينها هو playmaker من وجهة نظري إحنا محتاجين playmaker قفشة هو صاحب جون التاسعة، وقفشة أنا من وجهة نظري هو لعيب كويس جدًا، ولكن محتاج على الأقل playmaker حتى لو أقل منه في المستوى يقدر إن هو ينافسه على مركزه. وبس كده، ده الكلام اللي كان عندنا النهارده، وألف، ألف، ألف، ألف مبروك لكل الأهلاوية اللي أنا بالطبع واحد منهم، وإن شاء الله زي ما كهربا كده بيقول صحّوني على الثانية عشر، بإذن الله الأهلي يقدر يتأهل للدور النهائي تاني، ونشوف مباراة ولا أروع في النهائي بقى غير المباراة اللي فاتت دي، ونقدر ناخد الثانية عشر في أقرب وقت ممكن، ويا ريت لو تكون السنة الجاية. وبس كده لو عجبتك الحلقة دي، ولو أنت أهلاوي انزل اعمل لايك للحلقة، وانزل اعمل اشتراك في القناة، واشوفك الحلقة الجاية، سلام.